بسم الله الرحمن الرحيم. تعمل ايه لو حطيتك الظروف قدام اتفاق التحكيم وانت بتكتب عقد؟ مثلا حد قال لك احنا هنلجأ للتحكيم مش هنلجأ للقضاء، او لو حصلت بينك وبين شريكك او الشخص اللي انت متعاقد معاه خلاف، او لقيت اللي كان تعاقد معاك قبل كده وحصل بينكم خلاف راح التحكيم وما راحش القضاء، وبيطلب منك ان انت تختار محكم بدل ما تروح المحكمة. للاسف كتير من العقود بتفتقر الى الخبرة في كتابة بند التحكيم، مع انه في غاية السهولة، وعلى فكرة التحكيم انفع للطرفين. وللاسف كتير بنلاقي المتعاقدين وهم حتى بيكتبوا بند التحكيم في العقد يقفوا عند النص، عند الخلاف يتم اللجوء الى التحكيم وفقط، من غير ما يوضحوا في العقد لا القواعد اللي هتحكم الخلاف، ولا ازاي هنختار هيئة التحكيم، ولا القانون اللي هتطبقه هيئة التحكيم. وحتى في حالة ان مفيش بند تحكيم وحصل خلاف واتفقوا مع بعض ان هم يلجأوا للتحكيم، بيعملوا عقد اسمه مشارطة التحكيم. برضو العقد دوت اللي هو عقد اللجوء الى التحكيم، العقد ده بتنقصه الفنيات القانونيه اللي المفروض تتحط في العقد، زي تنظيم اجراءات عمليه التحكيم، او عدد المحكمين وجنسياتهم، او مكان انعقاد هيئه التحكيم، او القواعد القانونيه اللي هتطبقها هيئه التحكيم، القانون المصري السعودي، الشريعه الاسلاميه، قواعد العداله والانصاف، التصالح، ولا لغه الحكم نفسه، ولا لغة الإجراءات، ولا لغة المستندات اللي هتتقدم. كل الكلام ده المفروض إن احنا نتفق عليه في الشرط أو المشارطة. طيب أحيانا ما بيكونش فيه اتفاق على بند التحكيم ولا مشارطة التحكيم، وبنلاقي الخصم راح للتحكيم على طول، وفوجئت باعلان بيقول لي تعالى انا اخترت محكم، اختار لك محكم. فلازم هنا نهتم بكل تفصيله قبل اي اجراء. وللعلم طبعا اللجوء للتحكيم له فوائد كتير في الوقت والاجراءات وقوه الخصومه او الصلح والتسويات. يبقى الحل الامثل والافضل ان احنا واحنا بنكتب العقد نهتم ازاي نحل الخلاف لو حصل. هنعمل ايه لو حد ما نفذش التزامه او سبب ضرر للتاني؟ هنحل الخلاف ساعتها ازاي؟ يبقى لازم نكتب في العقد نصوص معينه. اول حاجه لازم نكتب في العقد ازاي هنختار المحكمين وعددهم كام، ولازم يكونوا عدد فردي، والقانون اللي هتشتغل عليه هيئه التحكيم، واللغه اللي هيتم بيها التحكيم، وخصوصا طبعا لو النزاع دولي. تاني حاجه نحاول نخلي اختيار المحكمين ده عند الخلاف مش واحنا بنكتب العقد، وده علشان نسيب لنفسنا فرصه اننا نختار المحكم المناسب للنزاع ده. يعني ممكن مثلا في عقد توريدات مواتير غسالات نختار واحنا بنكتب العقد ان كل واحد فينا ساعه الخلاف هيختار محكم مهندس لانه فاهم في الموضوع ده مثلا، او ان هم يختاروا محكمين بعينهم عند الخلاف، او ان هم يسموا المحكم في العقد. وده خطأ، لان الخلاف ممكن لما يحصل خلاف حسابي. ايه علاقه المهندس بالحسابات؟ فاحنا هنا محتاجين محاسب، ولو قانوني فاحنا هنا محتاجين قانوني، او تقني فاحنا عايزين الخبير في الحاجه دي، طبيب مثلا، معملي، اي حد. يبقى نسيب لنفسنا فرصة اختيار المحكم لما يبقى يحصل الخلاف. قبل كده لا، يبقى بلاش اختار محكم في العقد. انما ممكن مثلا نكتب اسم مركز تحكيم بقواعده بكل حاجة، يعني عند الخلاف نلجوء الى المركز كذا للتحكيم وهو يختار المحكمين، وهو بيكون عندهم تقريبا كل التخصصات. ومن حقك برضه بعد ما تختار مركز التحكيم انك تجيب المحكم اللي انت عايزه من خارج المركز او من جوه المركز. والافضل انه يكون تعيين رجل القانون كمحكم مرجح، علشان يكون في حد فاهم القواعد القانونية ويكون فاهم الاجراءات المتعلقه بالنظام العام والقواعد المتعلقه بالنظام العام، عشان هيئه التحكيم ما تخالفهاش. وقواعد الاسناد يبقى وجود قانوني مهم جدا، ولكن التقني له برضه اهميته في بحث فنيات الخلاف اللي في الغالب ما يعرفهاش رجل القانون. ثالث حاجه نكتب في العقد او المشارطه على ان هيئه التحكيم تحكم في كل النزاعات وجميع الخلافات، والا انت بتمنع هيئه التحكيم انها تحكم في نقط معينه، ولو حكمت في حاجه غير المنصوص عليها ممكن يكون سبب في بطلان حكم التحكيم. يبقى بلاش اسيب حاجه للظروف، وندي هيئة التحكيم صلاحية الفصل في كل النزاعات اللي ممكن تحصل، سواء تفسير العقد، سواء إخلال الالتزامات، أي خلاف مرتبط بالعقد، يبقى هيئة التحكيم لها صلاحية الفصل في هذا الخلاف أو هذا النزاع. وفي حاجة مهمة لازم نخلي بالنا منها ممكن تحصل أثناء إجراءات التحكيم. لو في بند من البنود اللي اتفقوا عليها في اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم، إذا ما اتعملش أثناء إجراءات التحكيم والمحتكم أو المحتكم ضده سكت وما اعترضش، ده بيعتبر تنازل منه عن حق في الاعتراض
وموافقه على الاجراءات زي ما هي. وبرضه في حاله عدم وجود اتفاق تحكيم او مشارطه تحكيم وحضر الطرفين ومحدش اعترض او محدش دفع بعدم اختصاص هيئه التحكيم قبل ابداء الدفوع والطلبات الموضوعيه، ده بيعتبر موافقه منه على التحكيم وتنازل منه عن حقه في الاعتراض او الدفع بعدم الاختصاص. في حاجه مهمه تانية نخلي بالنا منها، حكم التحكيم نهائي، مفيش اي طريقه للطعن عليه، لا استئناف ولا نقض، مفيش بس غير دعوى البطلان، واللي في الغالب بيتم رفضها بسبب تنازلك عن الحق او السير في اجراءات التحكيم دون اعتراض على المخالفات اللي تمت اثناء اجراءات التحكيم. وفي الغالب دعوى البطلان بيكون بسبب ان هيئه التحكيم حكمت بقانون غير المتفقين عليه، او ان هيئه التحكيم تفصل في مساله لا يشملها اتفاق التحكيم اصلا، او ان هيئه التحكيم اخلت بقواعد العداله بين الطرفين في اجراءات التحكيم زي الاعلان او التمثيل او الدفاع، او ان حكم التحكيم يكون ناقص ركن جوهري من اركانه الجوهريه، او تخلف ركن الاهليه في احد الخصوم، او مخالفه حكم التحكيم لاي قاعده من قواعد النظام العام بالطبع، وخصوصا في البلد اللي هيتم تنفيذ حكم التحكيم فيها. يبقى لازم حكم التحكيم ما يخالفش النظام العام وخصوصا البلد اللي هيتم تنفيذ الحكم فيها. وفي حاله ان انت اخترت فعلا محكم مش خبير في النزاع ده، او انت لجأت المركز والمركز اختار لك محكم مش خبير في النزاع ده، انت ممكن تجيب خبير من عندك، ممكن تطلب من هيئه التحكيم انها تعين خبير في الدعوه. يبقى انت اما تجيب خبير من عندك او تطلب من المحكمه انها تجيب خبير، يبقى انت تجيب خبير والخصم يجيب خبير، وكل واحد يحط تقريره قدام هيئه التحكيم. ومن حق كل طرف انه يقدم دفاعه وطلباته ومستنداته، ومن حق الطرف الثاني انه يقدم برضه دفاعه وطلباته ومستنداته، ويبقى في رد وتعقيب. وفي حاله قفل باب المرافعه قبل ما اقدم طلب او دفاع جوهري ليا، يعني هيئه التحكيم حجزت الدعوه للحكم ولسه ما اتحكمش فيها، انت ليك دايما وقبل ما يصدر حكم التحكيم انك تقدم طلب فتح باب المرافعه، وهيئه التحكيم لها انها تشوف الطلب ده جدي ولا لا. يعني الموضوع جوازي لهيئه التحكيم، هي بتقدر جديه الطلب او الدليل الجديد اذا كان مفيد في الدعوه ولا لا. فلو كان مفيد بترجع الدعوه للمرافعه مع اختار خصمك علشان هو كمان يرد على الدليل الجديد او المستند الجديد او الطلبات الجوهريه الجديده. في حاله التحكيم ان احنا نلجا لهيئه تحكيم خارج مصر وهيحكموا بلغه غير العربيه، في الحاله دي لازم نخلي بالنا ان يكون في حضور حقيقي من عندنا مش شكلي. يعني مش هروح ابعت المحامي بتاعي هو اصلا ما بيعرفش لغه البلد دي او لغه المحكمين، ولو ده هيحصل يبقى انا لازم اجيب مترجم، او ان انا استعين بمحامي من الدوله اللي بينعقد فيها التحكيم، او حتى استعين بخبراء من البلد ديت يكونوا فاهمين اللغه دي، وكمان عشان يبقى سهل عليهم حضور الجلسات ومتابعه كل الاجراءات ومفيش حاجه تضيع علينا، ونقدر نتابع الدعوه بفعاليه وما يضيعش علينا فرصه اي اجراء شكلي او موضوعي. كلمه اخيره، اهم حاجه بتميز التحكيم عن القضاء هو مبدا سياده العقد شريعه المتعاقدين، يعني بنود العقد اللي تمت قبل كده والالتزامات اللي في العقد. لما بيحصل نزاع علشان فيها حاجه ما اتنفذتش، البنود دي هي القواعد الاصيله في التحكيم، وبعد كده اللي يتفق عليه الطرفين من قواعد او قوانين او اعراف. يعني الاتفاق هو الحكم وهو الحكم وهو القانون وهو اللي بيدي الحكم الصادر من هيئه التحكيم قوته. ويا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.